تفرجوا تفرجوا. ملاعب ليست موجودة على أمر الواقع. وهذه صور توضح ذلك. نعم، ملاعب عبارة عن فوتوشوب وأقلام تلوين وضعت في حبر على ورق. نعم، حبر على ورق، وضعت في الموقع الرسمي حتى يصور للعالم أو الجمهور الرياضي أن المغرب يملك بنى تحتية ومنشآت وكذا، لكن في أمر الواقع هي كلها منشآت متهالكة. هذا ملعب مولاي الحسن، هذا صحافة زيكو تشوهوا لأنهم دروك ملعب مولاي الحسن في ظرف وجيز تخدم في ظرف 8 شهور. سمعوا لي هذاك اللي قال بالذكاء هذا الصاد بالذكاء الاصطناعي ما يكملش في ديسمبر. عليك مسكين راه يبان راه كمل، ماشي بالذكاء الاصطناعي، كمل باي حاجه. المهم شفت الملعب مولاي الحسن ولا ما شفتوش؟ هاد التصاور ديالو ملعب مولاي الحسن كمل، والسيمانه الجايه يديروا فيه مقابله ديال النيجر والكابون، التصفاويه المؤهله لكاس العالم. ملعب في ظرف وجيز ما شاء الله عليهم. سمعوا الوزير هذا برناوي، سمعوا. ملعب واحد ما عندهمش، يعني الاعلام المغربي يستعمل كثير الدعايه وليس الاعلام. نعطيك على سبيل المثال، كانوا يتكلموا كثير على المنشآت والملاعب، حتى كثير هنا من البلاطوات انا في الجزائر كنت نشوفهم مره في الفيديو طروادي معناتها، يعني تصاميم ليست بملاعب. شوف اللي عندهم، امنوا باللي عندهم. هذا الوزير برناوي، هذا الوزير برناوي راه معروف، راه كيعرفوا. هذا الوزير برناوي نهار الاول قال لك ما غاديش يكملوهم وملاعب ما عندهم، شوفوا فوتوشوب وكذا. وزير برناوي 3 ملاعب غادي يتحلوا في ظرف الوجيز. ملعب طنجة العالمي عرفتك تصور هنا، ملعب مولاي الحسن اللي كنتوا تقولوا عليه بالذكاء الاصطناعي تا هو السيمانه الجايه يتفتح، ملعب البارد تا هو السيمانه الجايه يتفتح. وبلا ما نهضر لك على ملعب مولاي عبد الله اللي عالمي، هذاك عالم اخر، عالم اخر كما يقول. هادو هما الملاعب. يعني اوجه الويل يا صحافة زيكو، يا الدرابكي، يا الفلاح، يا هاد الوزير، يا اللي قال بالذكاء الاصطناعي، يا اللي قالك بالكار. ايوا درك كيفاش غديروا مع سيدي ربي وكيفاش ديروا مع الشعب؟ ها الملاعب انا وريتكم التصاور ديالهم كلشي انتهى. وكاس افريقيا اللي غتفوت في احسن ملاعب ما كاين، 9 ديال الملاعب. والمغرب في ظرف وجيز قدر ينجز كاع هاد الملاعب ما شاء الله عليهم. وننتج واحد المستشفى كبير وغادي غدوه نهضر عليه ان شاء الله. مستشفى كبير على افريقيا، مستشفى اكبر من افريقيا، كبير هو الكبير في افريقيا. مستشفى كبير في افريقيا تشنو الملك محمد السادس وتشنوه في الرباط، وغادي نهضر عليه غدوه ان شاء الله باذن الله. اكبر مستشفى في افريقيا. الناس خدامه هو الارض الواقع، الناس خدامين وتشنو وغاديين وخدامين. نتوما دروك من تبهدلتوا في افريقيا وتبهدلتوا في العالم، خصكم تعتذروا تقولوا حنا ناس فشلاء فاشلين. يعني ملعب مولاي الحسن اللي كنتوا تقولوا عليه حفره وكمل في ظرف قياسي وكل شيء جاهز. وكاين مقابله ديال السيمانه الجايه ما بين نيجيريا والكابون في هذا الملعب هذا اللي غتلعب فيه المجموعه ديال الجزائر. كاين واحد اليوتيوبر مشى للمغرب وقال لهم ما يقدرش يكمل، وقال لهم 60% وكذا منا راكم تعرفوه. هذاك اليوتيوبر اللي مشى للمغرب ودار روحو بانه صحفي وما صحفي ما والو، يوتيوبر ديال 6 يورو، هذاك مشى للرباط وتصور قدام هذاك الملعب وقال لهم عمره ما غادي يكمل. فضيحتكم فضيحه والله. لا بهدلتو بالسوشيال ميديا، بهدلتو بهذوك الكوارع اللي كنتو قاعدين في هذوك الكوارع. الملاعب انا وريتهم لكم. ملعب طنجة العالمي شوف الليل كيبان، ما عندك ما تقارنه. باش غتقارنه ملعب طنجة؟ ملعب مولاي الحسن وما عندك ما تقارنه. ملعب بارد وما عندك باش تقارنه. ملعب عالمي بحال هكا تورد الانجليز. وراه مشكلتكم مشكله وحريره. شوف والفضيحه. وجي هذاك الدراب هذيك مره قال لهم ملعب 22,000. يا ودي الملعب كملوا لك في ظرف قياسي وتراجع تخرج تعتذر وتقول كيفاش هادو خدموا ملعب في 8 شهور. يرفد 22,000 في 8 شهور. ماش بغيتي يديروا لكم ملعب ديال 100,000؟ شكون انت؟ راه شفنا كاس العالم ويتلعبوا في ملاعب صغار، شفنا بزاف ملاعب تلعبوا فيهم صغار. المهم تفضحتوا. ها ملعب طنجة العالمي، الملاعب ديال البارد وملعب مولاي الحسن العالميين، الناس كملت في ظرف وجيه. شوفوا غير الجوايه ديال ملعب طنجة، الجناب ديال ملعب طنجة العالمي كي داير، الموزايك هاك كلشي شاد. ومازال راهم ينقيو عاد، راهم ينقيو الجناب فين يكون الجمهور. لقاش هذاك غير يرفد 75,000 متفرج. هذاك الشعب تعرف اللي يكون تما 75,000 متفرج، والموزايك غادي يولي داير هاك بالنظافه ديالو عند الارض. شوف التصاور ديالي، عطيت لكم التصاور ديالي. اتبهدلتوا والله الا تورقتوا ما العالم، تبهدلتوا. راه كامل نتوما حاضرين المغرب تا كاع راكم ديريكت. العمال والمهندسين المغاربه والشركات المغربيه كاع راكم ديريكت. وراكم واش تيسوى الشعب المغربي، واش تيسواو الرجال اللي يخدموا، اللي باغيين يخدموا الارض ديالهم البنيه التحتيه ويطلعها لك في ظرف من شهور. ما عندوش هو مشكل
6 شهور 7 شهور تعطيه، المهم يتحداك. الا قال لك نتحداك وهو تحدى لاكاف، تحدى كلشي. دوك لاكاف تنحاني نورمالمون. هاد لاكاف والفيفا تعرفوا بهم واش على بالك انفانتينو دخل طنجة حل فمو دروك من غادي يتحل وتلعبوا فيه 2 مقابلات الموزمبيق واوغندا. على فكره كاين لا ليست اللي دارها بيتكوفيش، ولا ليست اللي دارها نحط لكم لي ليست هنا. لي ليست دارها بيتكوفيش دارها نهار الخميس، الركراكي اليوم دار لا ليست، الاخر دارها البارح. ولكن بيتكوفيش خلى واحد البوليميك كبير، هو غياب بلايلي، يوسف بلايلي، وما كانش لعب بحال يوسف بلايلي. انا ما فهمتش، وجايب لك توغاي وجايب لك شي لعابه اللي ما كاين والو. انا ما نبغيش نهضر عليها لانه ما راهم هضروا عليها كاملين ورانا هاضرين عليها كاملين، وعيت ما نهضر. بيتكوفيش هذا هو اللي دخلنا في حيط، لانه باش تجري على بلايلي وانت ما عندكش الخلف ديال بلايلي اللي احسن لاعب في يعني احسن لاعب في الجزائر، هو اللي كاين في التشكيل في لا ليست هذه. ما عندناش واحد بحاله وتجري عليه لي ظروف زعما عنده مشكل مع ما كان مشكل لا والو. بلايلي نورمالمون كان باش هو كان يكون في لا ليست، علاش جراو عليه جو سي با، ما فهمتش. واخا هو ماشي انضباطي نهضروا لا لوجيك، بلايلي غير انضباطي. وشفنا الحركات اللي داروه مركب محمد الخامس، شفنا الحركات اللي داروه معاه بزاف الملاعب في تونس كلشي، ولكن خصك تعرف تتعامل معاه وصافي، وتقدر تقنعو ويعطيك الاضافه. لا ليست اللي دارها وليد الركراكي حتى هي خلقت بوليميك كبير. وانا حتى انا من وجهه النظر ديالي كاين واحد البوليميك اللي في الجهه اليسرى وفي الجهه اليمنى. هذا كاين بوليميك، مورا ليست كامله منطقيه. جينا للجهه اليسرى ما تمشاش بالمنطق فيها وليد الركراكي، ومع احتراماتي ليه. مثلا القرواني عنده 11 اسيست، مساهم في 21 هدف ولا 20 هدف. يعني ما تجي تقارنوا بالعامري وصلاح الدين، ما يتقارنش. صلاح الدين سيفري هو اللي كنهضر عليه وبدلو الجنسيه هو جابو، ولكن ما محل القرواني من هاد الزوج. يعني في ليستاتيك والاحصائيات فايتهم. بالعامري مشان ما جاش، نهضروا على لوجيك ديال كره القدم. شوف اللي بغاو يهضروا كره القدم، مشان ما بانش بالعامري. يعني مشكل ديال الطروا راه حاضر. يعني انت القرواني منطقيا خصك تجيب القرواني في بلاصه واحد، يا بالعامري يا صلاح الدين، واحد فيهم يجي. صلاح الدين اول مره جاي، علاش جبته؟ بالعامري راك تشوفوا حتى هو ناقص يعني هاد الايامات، يعني هو مدافع ولكن ناقص. ولكن بالعامري عاود واش شفناه واش شفناه بحاله دفاعيه؟ ما شفناش. صلاح الدين واش شفناه؟ ما شفناش اول مره. الهلالي واش المنطق اللي خلى الهلالي اللي لعب مع اسبانيول؟ المهم هذا هو التحليل. يعني شويه اللي كان خالق بوليميك اليوم في المغرب، يعني بوليميك على هاد جوج بوستات. الباقيه منطقيه 100%. معاه انا في هذاك كلشي هذا. انا نتمنى له يركز ان شاء الله في هاد الجوج حوايج، يتمشى شويه فيهم بالمنطق، ما يتمشاش بالعاطفه اللي غادي تقدر تدخلو في حياه. لانه لو كان تلعب مع منتخب يهاجمك راه غادي يبان خلل دفاعي كبير في هاد جوج لي كوتي، سيرتو بعدا في لاكوتي ديال اليسار. الاخر نتمناو حكيمي ان شاء الله راه مشى لاسباير، مشاو يداويو في اسباير ان شاء الله، وغادي يكونوا في قطر جاهزين. بعدا واحد 5 سيمانات 6 سيمانات يكونوا جاهزين ان شاء الله، لانه راه تما غادي يتعالج في قطر. لا هو لا كاع اللعابه ديال، نحط لكم هنا البوست ديالها، كاع اللعابه ديال باريس سان جيرمان غادي يكون تما ان شاء الله. ويولي يرجع البوست ديالو. انا عارف المزراوي هو اللي غادي يشد الطروه، مي راه خاصك تفكر ليهم، لانه مزراوي عاود هو لا قدر الله تبليساك، راه خاصك يكون عندك البلون بي. المهم ما علينا. تشكيله منطقيه وبالتوفيق الوليد الركراكي. حنا قلنا نهضر على بلايلي ما كانش هادشي اللي كاين الاخبار ديال شرف حكيمي راه مترشح لجائزه دي بيست هو وبونو. وكاينه عاود يعني نحط لكم هنا التصوير ديال جائزه حكيمي. وكاينه عاود احسن جوائز في افريقيا اللي غادي ينظمها المغرب نهار لو 19 وان شاء الله باذن الله حكيمي 100%. يعني ما كاينش اللي غادي ينافسوا. تقول لي لا صلاح، وما غاديش تكون فيها هذه المره حتى شي حاجه، اللي غادي تكون فيها المنطق. حكيمي غادي يدي احسن لاعب في افريقيا. احسن حارس ان شاء الله باذن الله يعطوها لبونو، احسن حارس في افريقيا حتى هو يستاهلها. احسن لاعب في افريقيا ان شاء الله يتمناوها للحريمات، ولا لانهم لعبوا الشان، لعبوا بزاف الحور. احسن نادي ممكن تكون البيراميدز. احسن منتخب غادي تكون المغرب. احسن مدرب غتكون الوهبي ديال اوفان ولا واحد منهم، ولا وهبي الركراكي عنده نتائج كبيره. الشيء اللي كاين في هذه الجوائز نتمنوا لهم التوفيق. ولكن العمال والمهندسين المغاربه وكل شيء اللي ساهم في هذه المنشات هذو في ظرف وجيز يستحق التحيه وبرافو لهم. يعني وقصفوا وصفعوا صحافه زيكو. يعني تخيل انت في 8 شهور حفره كما قالوا الذكاء الاصطناعي وطلع لهم ملعب ديال مولاي الحسن ب 22,000 متفرج. راه خاص يكون عندك يعني رجال بحال هادو ما شاء الله عليهم.
نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله في المشاريع اللي جايه مور كاس افريقيا، لا ملعب فاس ولا ملعب قادير ولا ملعب مراكش ولا ملعب الحسن الثاني الكبير، اللي ان شاء الله الاشغال راه في غاديه في وتيره سريعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو لاحق ان شاء الله.